تفضلوا. طبعا انا بتكلم بعربي. دينغ بتاعي ده بتاع كونيا ما بيشتغل. بروتوكول في ميل بتاعه. انا بقول 3 حاجات. واحد، انا عايز ندي تحية خاصة للشباب والكوميونتي بتاع يدي أقل. مبروك عليكم، لأنه لو كان ما بتحب بعضكم الحي ده ما كان بيحصل. ده الطريقة اللي أنا عايزينه أنا نمشي فيه. Number 2, أنا بيحيي I want to appreciate the outgoing shared person. لأن الجنوبيين لو زول ماشي في كرسي بتنقش فوق، لكن الشعب ده فقال لا، ما دام ده القانون بتاعنا تفضل. أنا عايز نقول لك منى مايك مبروك عليك. This is the way. This you have shown the very good leadership. زول متلادة نزول الكلام قبل إن كان رشح مع دور. طيب طبعا انتخابات زي ليه براكورة عملك فاول يقاموك يعني بقرار بتاعك شعلا أصوات بتاعك، لكن في النهاية قبل إنه بده كله أنا قبلان إنه عم defeated. And this is the way. حتى أمريكين ده بيعني يسرق بعض but they tolerate themselves. هم ما بشاكل. وأنا دائما أقول لهم مبروك. And this is the way. ده ما النهاية بتاع مطاف. سنة بعد سنتين ممكن ترجع تاني. وأنا متأكد ممكن دور. زول اللي متلارو ده دور ده himself. The new shared person. دور أو دول الرشا معك كلام كثير جدا. طيب كلام كثير ليك وانت لو سميت الخطاب بتاعه ده يكون بداية بتاعت شغل بتاعك. وطبعا انه انت قبل كده انت رفضت تجي inauguration بتاع واحد من الفيامات، اظن ذكروا في الخطاب بتاعه. ده لسن قال يكون لسن كويس ليك. as a leader حتى لو عندك مشكلة انت بتمشي لأن الناس بتاعك. أنا متأكد أي ناس انتخابوك خليه يكون لسن بالنسبة لك. وعايز أقول لك أنت لازم توحد شباب بتاعك بتاع جيدة كله. لازم توحد. الزمن بتاع الانتخابات انتهت. حتى لو في زول ضدك في الانتخابات ده فضل خلاص انت بقيت ليدر بتاعهم كلهم. ما عندك تاني زول وقف معاك وده ما كان وقف معي. انت لازم تمسك انه ده الناس بتاعك كله. عندك شغل. واحد الشباب بتاع يدي وكمان ما تجيبه بس. عند الجيران بتاعك لأنه السلام ده ياو بخليك تمشي قدام. الجيران بتاعكم انتم لازم تعملوا حوار مع الشباب بتاعكم عشان تقعدوا في الكوريدور بتاعكم ده. عندك مرلي بيجاي، عندك ناس في جناق، عندك بيجاي منداري، وعندك ده ضروري خالص انه لازم تحاور مع الشباب بتاعهم. لانه هنا قاعد نقول انه هنا الناس الكبار بكون هنا لقبنا somewhere. بعد ما تجي بكوراني جنوب ده جنوب بس سموه جنوب القبائل بتاعنا 64. لو عايزين يكون عندكم دولة كويس انتم لازم تعملوا حوار. لازم تفهم بعضكم لانه انت ما هتقف هنا. عندك شباب بتاع جنوب السودان بتكون فوق. فلازم تعمل فيس مع جيران بتاعك. الملوث بتاعي نمرة 4 الكابينت بتاعك ده كله فيه بيت واحد فوق. أنا شفت قبل فيه بيت واحد فوق بس.
وكلام ده ما صح. انتم حصل قاعدين تعملوا ده training بتاع leadership. You are training yourself. ما تخلي البنات ورا. Because بنات also they are leaders. ما تخلوا ورا. لازم يخشوا في leadership بتاع الجيش. لازم يخشوا فوق. لأن ده training. انتم ما دارين نسوان بتاعكم يكونوا كمان leaders في جنوب السودان. انتم لازم you have to consider this. ما كويس. انتم you have to consider. ما يكون big wife في cabinet بتاعك. نحن ما بنتكلم ب 35% لكن اعرفوا انه ده training البنات بتاعت انيدي يتعلموا leadership. ده through use بتاعه. آخر كلام بتاعي ما بكلم كتير. عايز أقول إنه عندنا جنوب السودان ناس شاكلوا وطلعنا بلد. عندنا بلد حصل. لو في مشاكل فوقه ده نحن برانا. مشاكل بنتين. مو عشان ما بنتين. ما في حاجة بيجي دايم. عايز انتم كشباب بتاعين اللي انتم نظمتم الانتخابات بتاعكم وانتم سلمت الكرسي في احتفال الجميل ده. انتم لازم تقولوا لي الناس الثانيين ان this is a way for South Sudan to go ahead. By the way, it's very good. يعني ما ساكت. ما عندي شباب كثير هنا قاعد نمشي فوقه وعنده مشاكل. ناس بدوك بعضهم بعصايا. كويس؟ لكن انتم جبتوا مثل كويس بالنسبه لجنوب السودان. وانا متاكد ان لو استمريتوا هتكونوا ليدرز في الشباب بتاع جنوب السودان. ما في حاجه بخليكم ما تكونوا فوق. الشعب بتاع نيدي لو ما وقفتوا ورا الشباب ديل ما بنجح. including السياسيين. أنا متأكد حتى أنتم ناظروا براكم عندكم مشاكل سببه ممكن سياسي لكن أنا أقول اللي أنتم كيوز أنتم لازم تمسحوا المشاكل عشان تكونوا واحد. أنتم ناظروا بس براكم السكشن بتاعكم عندكم مشاكل. This is the right time for you all to solve all these problems. السياسيين ما بقدر بمشي اي مهل لو شباب بيقولوا انه نحن الطريق بتاعنا يا ما في. لو عايزين الجنوب ده يكون كويس لازم تحاولوا مع الشباب بتاع توجي يعني انكم ورثوا مشاكل. انا قريت في بور، انا طالب في بور، سامعهم بتاعنا كبير في بور. زمن ده نحن بنحب بعضنا ما كان مشاكل فيه. انا ذاته لما قمت من بور أنا ما بعرف ذا الفرق بين التوج مع بور. أنا بنسميه بور كله. لكن because of سياسات يا وجينا رمنا قريب لأنه في توج براو وفي بور وفي نيروي. زمان بنقول الناس بتاع بور كله. because الناس كانوا متوحدين بعض ما كان في مشاكل. السياسيين فرقوكم والناس بيشاكلوا ده انتم ما هم. so عايز ده المسائل المفروض تحلهم. لأن الجنوب ده ما بمشي قدام، جنغوليه ما بمشي قدام، لو نحن شعب بتاع جنغوليه نحن ما يتباهى. وده يكون لسن كويس بالنسبة لكم. أنا متأكد إنكم ناس كبار القبلية ده ما عندهم أو السكشن ده ما عندهم. بحاول يساعدوا. دور عمل جماعي كويس. عمل جماعي كويس. حتى لما نكون عندنا قرارات ده تعملوا لازم تشاور الكابينت بتاعك عشان ما تكون ديكتاتور. alright؟ ما تكون ديكتاتور. so أنا بقول إنه مبروك عليكم. وعايز زملاء بتاعي مكير زملاء بتاعي معي يعني ممكن نقول انه اكثر ناس الزملاء بتاعي كثير وانا قاعد من مرسى ملكال معهم ده اولاد كثير. كنا لما انا في بور
نحن بنمشي هلا يعني ما بيشوفونا طبعا دينغ مانويل ما عنده طلب كويس. وانا عايز نشكر دينغو لانه ياو جاب لي هذا الكريم وقال لي يا اخي نحن عايزينك لا تكون انت لو عندك شغل خلي شغل. فأنا قلت يا أخي أنا حاجة أنا بحبه شديد، أي برنامج بتاع الشباب أنا بحبه لأن أنا بكون هنا رسائل بندي للشباب. أنا بجيب. عشان كده أنا جيت من الساعة 10 كويس؟ من هنا قاعدين حتى الآن، لو ما حاجات كان ممكن نقعد هذا بالليل ما عندنا مشكلة، هنا لسه قوي ما بقينا حاجات. بنشكركم الله يخليكم بالنسبة لجنوب السودان الله يبارككم. طبعا قبل مريا الكلم ومع جوزيف قال ده زول ده بيزنس. انا ما عايز يعني اقول كلام ممكن ما بمجي. انا بفتش 5 مليون انا بديك، انا ما بقول فلان بعد تيجي تبغى لهم بعدين لما يجوا يقولوا دين معي في الوزارة نحن بنسلم له دين بيجيب لكم. لازم يساعدكم ده شوية لكن يحاولوا انه يتفوش. وانا بشكركم وانا بجيب من هنا وانا بقول اجيد ويي بلا ويي. شكرا لكم. ثانك يو.